الأستاذ توفيق عكاشة الجلالة واخداه وسايق فيها ومصدق نفسه إنه راجل بيعرف الطالع وبيعرف كل حاجة. مش الطالع يعني بيقرأ كل حاجة وبيقرأ مستقبل العالم. بيدعو مصر إنها ترسل قوات لدول الخليج عشان تحارب إيران. أنا عمال أتعجب، هي دول الخليج طلبت منك إنك أنت تبعت قوات؟ طيب السؤال بقى الأهم من ده كله، هي دول الخليج تقدر تبعت قواتها هي نفسها انها تضرب ايران؟ ما دول الخليج كلها عندها طيارات اف 16 واف 15 واف مش عارف كمين. فكرت انها تطلع طيارة تضرب ايران؟ ليه؟ عشان العمدة قال لا ما تضربوش، لانك انت عشان تضرب ايران هتعرض البترول بتاعنا، بتاع امريكا يعني، هيقول لك هتعرض البترول بتاعنا للخطر. لا، هي دول الخليج ما كانتش قادره، اللي عماله المليون صاروخ جه عليها، انها تطلع طياره واحده فقط تضرب بيها ابار البترول كلها. وخاصه ان احنا عارفين ان ايران ما عندهاش دفاعات جويه وكلهم عندهم طيارات وطيارين. لكن ده مين اللي هيسمح لهم بكده؟ البترول الامريكي، ابار البترول التي تملكها امريكا، قصدي ستملكها يعني، في ايران هتتعرض للخطر. عشان كده لازم امريكا تحافظ عليها. عشان كده الاوامر ان لا اسرائيل تضرب ابار بترول ولا دول الخليج تتحرك من اساسه. كل اللي تقدروا تعملوا عليه انكم تصدوا الصواريخ، غير كده ما تعملوش. ايه وتشجبوا وحق الرد وتقولوا حق الرد، بس كده. حكاية إن توفيق عكاشة قال لك الحرب وهتقوم واللي الكلام ده كله، ما هو يا جدعان ما هو معروف. يعني أنا أيام ما قلت قبل كده سابقا، ومهما في الوقت اللي الناس كلها بقت تكذب، كل حاجة موجودة في الدرج في أمريكا، كله موجود في الأدراج، كل ملف موجود له، كل قضية موجود لها الملف بتاعها، وكل حاجة موجودة. الحكاية كلها هي الأمر فج بالنسبة لك لأن تصادف و مسك أمريكا راجل الناس كلها بتقول عليه مجنون. خلاص، مجنون في مجنون بقى، خليني مجنون، انتهينا. كان الأول أمريكا بتتحرك على استحياء وحاطة في حكاية أوروبا واللي ده مش في دماغه حد، ولقوها إنها فرصة، قال لك يبقى نشغل كله. ومن اول ما عمل الموضوع بتاع فنزويلا وانا عارف انه ده هيحصل، هو إن فنزويلا موضوع انه بيأمن نفسه عشان لو حصل مشكلة او حصل اللي غير متوقع في ايران. اما ايه اللي مخلي ترامب مبسوط يا جدعان مجلس إدارة العالم عايز كده. لازم إسرائيل تتأمن، لازم إسرائيل تتأمن، وتتأمن مش بتتأمن بس، مساحتها تزيد. هو الحروب اللي عمالة تدخلها إسرائيل ديت أساسا مش كل ده تدريب لجيشها؟ جيشها بقى بروفيشنال دلوقتي، أكتر يعني أقول أكتر من الجيش الأمريكي نفسه. الجيش الأمريكي اللي مساعده إن هو بيملك التقنيات أكتر، لكن بالنسبة للتدريب الجيش الإسرائيلي ما فيش منه. يا عم الحاج ده انت عندك كام هم كلهم كلهم على بعض كام؟ 10,000. 10,000 دول على فكرة نصهم أو أكتر من نصهم عرب، فما تاخدش تعداد إسرائيلي يقول لك 10 مليون. 10 مليون لا، ده فيهم كتير عرب، والعرب زي ما انت عارف الناس بتاكل وتشرب وتاخد إعانات. دول ما لهمش في التقدم ولا لهم في الحرب ولا لهم في حاجة.
فحكاية ابعت قوات للخليج، ابعت قوات للخليج، ده هبل، هبل. ثانيا، احنا قاعدين هنا زي ما بيقولوا، لا احنا لا في ديلها ولا في طزها وقاعدين ساكتين. هنقعد نوجع دماغنا ليه وندخل دماغنا؟ ما هو محدش عايز مساعدتنا اساسا. هو انا لما بتصل بيهم واقول لهم يا جدعان احنا تحت امركم لو عايزيننا في حاجه، والكلام ده، بس ده كلام فاضي. لان العمده مش عاوز. ليه العمده مش عاوز؟ عشان مصالحه. الراجل ده خلاص انتهينا، اعتبر ان البترول في ايران بقى بتاعه، انتهينا خلاص. ف اهدى يا حاج توفيق عكاشة، و... واهدى يا سيسي، اهدى يا سيسي. وافكركم كلكم ب طول الفترة اللي فاتت ديت، لما كان كل شوية يطلع لك مسؤول ايراني يقول لك محدش يقدر يقرب منها، محدش يقدر يقرب منها. لا، هم قربوا منها ودخلوا فيها كمان، او دخلوه فيها، ايه يعني، سميها زي ما تسميه. لهم قربوا منها. ف حكايه البق بق 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 كله شغال، حناجر حناجر حناجر، وشعارات فارغه وكلام فاضي. لازم تعرفوا ان الدنيا دي محكومه، ما فيش فيها هزار. بس كده.